المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون. هذا يعني أن وهذا بيان مختلف الحقيقة. البعض كان بيقول أن الداخلية بتقول ما تنزلوش بكرة. حضراتكم في هذا البيان ما فيش أي إشارة لفكرة ما تنزلوش، لأن ما تنزلوش دي كان البعض يعتقد أنها بتصادر على حرية الرأي والتعبير. هل هذا كان مغزى هذا البيان؟ هو البيان طبعا يعني في إشارة إلى أن الوزارة يعني رصدت دعوات جماعة الإخوان الإرهابية، دعوات تحريضية وتوزيع نشرات بتدعو إلى تنظيم مسيرات وحشد ونزول في شوارع ونزول في ميادين. الكلام ده طبعا يعني بيستهدف زي ما احنا عارفين إثارة الفوضى، يعني إحداث نوع من الشغب في الشارع. فيعني الوزارة نوهت إلى هذا الأمر، بس في على الجانب الآخر يعني زي ما قلنا قبل كده وبنقول إن النهارده احنا بنثق في وعي الناس، وعي المواطنين، وإن خلاص الناس يعني ما عادش حد هيستدرجهم تاني أو حد هيستغلهم أو حد هيحاول إن هو يزج بيهم في مشاكل ويصدرهم في مشاكل. الناس النهارده أصبح عندها الوعي، عندها الإدراك الجيد لهذه الأمور، بالإضافة إلى أن الناس النهارده بقت عايزة بلدها تستقر، عايزة بلدها تنمو، عايزة بلدها تنهض، عايزة تنمية، علشان الكلام ده كله المردود بتاعه عائد على الوطن. ده طبعا أمر مفهوم سيادة اللواء، ويمكن في رأي عام سيتجاوب مع هذه الدعوات أو لا يتجاوب في النهاية مدى إيمانه بفكرة ايه يا فندم؟ بالظبط، رأي عام كبير جدا. صحيح. واحنا يمكن قبل كده يعني قبل الاحتفال بذكرى 25 يناير كنا شفنا برضك يعني دعوات للحشد ودعوات للنزول الى اخره، ولكن برضك قلنا ثقتنا في وعي الناس وادراكهم، وان هم اصبحوا مدركين للهدف من وراء هذه الدعوات، اللي هو الهدف منها زي ما قلت اللي هو إثارة فوضى، إحداث نوع من الشغب في الشارع. فالنهارده الناس يعني الحقيقة البيان يا فندم أنا يعني حبيت أقرأ على المواطنين لأنه بادئ بداية، خلينا أكلم حضرتك بصراحة، بداية غير تقليدية وغير متوقعة من البعض. يعني البعض كان شايف إن بيان الداخلية مش هيبدأ بكده، لا أنتوا بدأتوا بتقديركم واحترامكم الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير تجاه كافة القضايا القومية مع احترام القانون، مع التحذير من أن يمكن أن تستخدم جماعة الإخوان المسلمين هذا الأمر للاستفادة أو لدعم موقفها. لكن خليني أسأل حضرتك سؤال. البعض بيقول يعني هل كان لما اتقال مسألة القانون فقالوا نرجع لمسألة التظاهر، هل قدمت أي جهة أو أي طرف من الداعين إلى تظاهر الغد إذن من الداخلية أو طلب بتصريح بالتظاهر من الداخلية؟ لم يتقدم أحد